وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فهل يكتفى بخطبة العيد ويصلي ظهرا، وذلك إذا اتفق مع أهل القرية على ذلك وصار عرفا عندهم أنهم يقتصرون على خطبة العيد؟ نعم، إذا لم تكن هناك مضرة فلا بأس، كما فعل ابن الزبير أنه وافق يوم الجمعة في يوم عيد فخطب بهم العيد وصلى بهم، فجاءوا لصلاة الظهر ولم يخرج وصلى الناس ظهرا، فسئل ابن عباس فقال: أصاب السنة. لكن اليوم مع كثرة الناس في المدن يوجد عدد كبير لا يصلون العيد لسهر في الليل وتأخر لبعد المسافة أو شيء، فلا بأس إقامة الجمعة في المساجد. أما إذا وجد عدد من المساجد بعضها صلى ظهرا وبعضهم صلوا جمعة، هذا لا بأس، لا يخرج عن السنة بذلك، لا يلزم أن يقيم الجمعة.